هيكل سليمان على حسب رواية الصهاينة الله يحرقهم، داوود عليه السلام أسسه وابنه سليمان هو اللي بناه. الهيكل ده موجود على حسب بعض الروايات فوق هضبة الحرم في فلسطين، وده المكان اللي موجود في المسجد الأقصى وقبة الصخرة حاليا. ومن الدلائل إن هيكل سليمان ما هو إلا هبدة صهيونية، إن مفيش أي حاجة تدل على وجوده غير كتب اليهود نفسهم. وذكر عالم الآثار اليهودي إسرائيل فرانكشتاين إن العلماء أصلا ملقوش أي حاجة تدل على ان الهيكل كان موجود. كمان على حسب النصوص اليهودية المحرفة تم بناء الهيكل في 7 سنين على يد اكتر من 180 الف شخص. وعلى حسب وصفهم المزعوم ان المواد المستخدمة في بنائه حوالي 1.6 طن ذهب و16 طن فضة، وخد عندك صخور وحديد ونحاس وحجارة وخشب ما تعدش. كانوا بيبنوا مبنى على حسب تقديراتهم 300 متر مربع بارتفاع 5 ادوار. عاش حضرتك تقنعني